2003 فين غادي يتم القبض على منير الرماش وغادي يتحكم ب20 سنة. مرحبا بكم مشاهدين في هذا الفيديو هذا. من بعد ما كنا درنا واحد الفيديو على حميد الديب ولقى اقبال عند المشاهدين، تفرجوا فيه بزاف الناس واخا هاد القناه باقا صغيره، اليوم قررنا اننا نديرو فيديو على واحد السيد اللي هو عنصر شبيه لحميد الديب اللي هو منير الرماش. منير الرماش اللي غادي اليوم نعرفوا الحقيقه ديالته، وغادي نعرفوا الاشياء اللي كتخص منير الرماش، ونعرفوا هذوك الاشياء اللي يتهولوها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي ودوك الكذوبات اللي كذبوا بزاف د الاشياء. حيت الا دخلتي وقلبتي وبحثتي على القصه ديال هذا منير الرماش ما غاديش تلقاها كيف تيسردوها الاكثريه ديال اليوتيوبر والناس اللي في السوشيال ميديا. ديك الاشياء اللي كيقولوها عليه، ديك الاشياء اللي داروا اللي سماوه بها، فهمتي؟ غتلقاو ان هذاك الشيء المعظم ديالو كذوب، غتلقى الا واحد 20% اللي صح. وإلا بغيتوا هذا الشيء هذا تعرفوه راه غنخليه لكم في صندوق الوصف، وغادي تدخلوا وغتقراو في مصادر موثوقه مكتوبه بزاف الاشياء اللي غادي تبين لكم الحقيقه ديال شكون هو منير الرماش، والاشياء اللي تجلى فيها والاشياء اللي دار والاشياء اللي ما دارش. وغتعرفوا حتى الحقيقه ديال اللي بزاف الناس تيقولوا واش بالله هو تحدى الملك وبالله هو دار مع الملك. غتعرفوا هذا الشيء في هذا الفيديو واش صح ولا كذوب، وكيقول لكم من مصادر موثوقه ماشي غير شد وقول. هذا الشيء هذا الا بغيتي تهضر فيه خصك تبحث فيه بزاف، وفيه بزاف ديال الوقت وبزاف د الخدمه، وخصك تبحث مزيان وتكون مصادر موثوقه. اليوم غنعرفوا كي قلت لكم منير الرماش فين تزاد، وشنو هي الجنسيه ديالو، وشنو هما الاشياء اللي دار والاعمال اللي دار، وفوقاش تقبط وشحال باش تحكم، وشنو هما المسائل اللي اتهم بهم. كلهم هاد الاشياء غنعرفوهم في هذا الفيديو هذا وعلى بركه الله. ولكن ما تنساوش في هذه القناه المتواضعه، قناه اللي تهدف انها تقدم اشياء حقيقيه ومحتوى هادف، انكم تخليو لنا واحد البصمه، واحد اللايك، وواحد التعليق في الراي ديالكم في هذا الشيء هذا اللي غنسردوه، وعلى بركه الله. كي تنعرفوا منير الرماش هو بزاف الناس تيقولك بالله هو من اكبر تجار المخدرات في العالم، ماشي غير في المغرب ولا في افريقيا، تيقولك بالله هو اكبر تجار المخدرات في العالم. اليوم غنعرفوا هذا الشيء. بعدا منير الرماش هو تزاد في 1973، تزاد في مدينه سبته المحتله، وهو عنده جوج جنسيات، الجنسيه الاسبانيه والجنسيه المغربيه. عنده الجنسيات مزدوجه ما بين المغربيه والاسبانيه. كبر وترعرع في اسبانيا في الصغر ديالو، ولكن من بعد واحد السن ديال الطفوله انتقلت الوالده ديالته لمدينه تطوان بالضبط. تما فين غادي تبدا الوالده ديالته هي كتخدم في الكوتربونت. راكم عارفين ديك الوقت سبتها مع في تطوان كان داكشي الكوتربونت بزاف. تما هو تعلم من هذا البيع ديال الكوتربونت فيما يتعلق بالسجائر. بدا تيخدم هو مع تعلم الحرفه من مو ديال السجائر، بدا تيخدم في السجائر، تيبيع السجائر. تما فين غادي يتقبض جوج ديال المرات في السجن بسبب تهريب ديال السجائر وبسبب الكوتربونت. هما كانت 1994 وفي 1997، وكانت الفتره طويله اللي تحكم بها منير الرماش في ديك الوقت على السبب ديال التهريب ديال التبغ ديال الكارو، كانت هي 6 ديال الشهور فقط. ولكن منير الرماش تما ما بقاش داكشي كافيه، داك المدخول ديال داك التبغ وداكشي ما بقاش كافيه داك المدخول، ولا تيحلم انه يزيد يطور داكشي ديالو. من بعد ما واخا دوز دوك العقوبات ديال السجن، من بعد هكاك من خرج ولا كيتعامل بواحد المعامله اخرى، ولا كيدير واحد الخدمه اخرى. اللي شنو هي؟ هو كانت عنده معرفه مع ناس في اسبانيا، والطريق ديال ما بين اسبانيا والمغرب في مضيق جبل طارق وبزاف د الاشياء. تما فكر انه يولي بحال كي تنقولوا ترانسبورتور، يولي هو ينقل دوك البضائع ديال الحشيش المغربي في ديك الوقت اللي كان معروف، وكانوا بزاف د الناس كيصدروا الحشيش لاوروبا. حتى هو قرر انه يتجه في هذا الميدان، وماشي غيكون هو المصدر او انه هو من رجال الاعمال ديال هذا الحشيش، لا، كان هو فقط يوصل ديك الكميه ديال الحشيش اللي غادي يعطيوه في داك القارب او في داك الزورق، غيوصلها للضفه الاخرى. هذه هي خدمته، غيحطها ويرجع بحالاتو، ما غيديرش شي حاجه اخرى. وكان تيقبط واحد المبلغ مال اللي هو صراحه بداك الشيء اللي قريت عليه انه مبلغ كبير، مبلغ ضخم. ولكن مع الوقت راه حنا عارفين الانسان ما تيبقاش كافيه داك الشيء اللي تيقبط. بقى على ديك الخدمه لواحد المده ديال 3 سنوات، وهو هكاك تيمشي يدي داك الحشيش ولا دوك المخدرات لاسبانيا، نقطه العبور ديال اوروبا. عاوتاني تيرجع هكاك، تيمشي ويرجع هكاك. ودات مره في 2002 تعتقل
من حصلوه غادي في دوك القوارب، حصلاتو الجمارك ديال اسبانيا هما اللي قبطوه وسلموه الجمارك ديال المملكه المغربيه. قضى ديك الفتره ديال السجن ديالته، ومن بعد ما خرج قرر انه غيدخل في المعقول، انه ما غاديش يبقى فقط ترونسبورتور يبقى ينقل البضائع ويبقى يدير البضائع ديال الحشيش لتجار مخدرات اخرين والبارونات اخرين، فبغى حتى هو يدخل في هذا العالم ديال البارونات وديال تجار المخدرات الكبار ويدير البصمه ديالته. من بعد ما كان حصل على حتى هو واحد المبالغ كبيره بديك الخدمه اللي كان هو اللي ينقل دوك المخدرات، تما بدا تيتعارف مع الناس، بدا تيتعامل مع الناس، ولا حتى هو كيشري مزارعين ديال هاد الحشيش المغربي، ولا حتى هو تيصيفط، قبض حتى هو خدامه، قبض زوارق، ولا تيصيفط حتى هو ديك المخدرات، ولا حتى هو من البارونات ديال المخدرات، ولا تدخل عنده اموال طائله. وهذا هو السبب اللي غادي يشعل واحد الفتيله ما بينه وما بين بارونات مخدرات اخرين، غيولي تولي تنشب عداوه بزاف ديال البارونات اخرين، ولات عندهم عداوه معاه، انه هو كان غير في واحد الطريق ولا رجع في الطريق ورجع تينافسهم ورجع تينافسهم بواحد القوه كبيره. تما فين غادي يبداو المشاكل، وغيبداو معاه تصفيات الحسابات اللي غادي تتعرض للضرب بالسيوف وغتعرض لبزاف ديال المشاكل. هنا فين في 2003 غادي توقع واحد الكارثه، فين غادي يتم القبض على منير الرماش وغادي يتحكم ب20 سنه نافذه. وهنا غنعرفوا شنو هو السبب الحقيقي اللي خلاه غيتقبض وغيتحكم بهذا الحبس كامل بهاد 20 سنه، اللي الناس بلاو تيدعيو بزاف، تيقولوا تيقولوا انه قالك تحدى الملك، وانه وحاجه اخرى. قبل ما نفوتوها بغيت نقول لكم ان منير الرماش ماشي كان اكبر المخدرات، بل كانوا بزاف ديال تجار المخدرات اللي منير الرماش مع انه خدم ديك 7 سنوات في هادشي، ما بين ملي كان هي تيوصل وما بين ملي ولا هو تيخدم حتى هو البضائع ديالو، ما قدرش انه يحقق دوك الثروات ويجمع دوك الاموال اللي جمعوها بارونات اخرين بحال حميد الديب، بحال الشريف بن الودان، بحال النيني، بحال بزاف ديال تجار المخدرات اللي كانوا فارضين راسهم بزاف وكان عندهم هيبه وكانت عندهم ثروه كبيره، فهمتي؟ لهذا ما خص بزاف د الناس تيقول لك انه من اكبر تجار المخدرات في العالم، فهذا غلط كبير. فهو خدم في ذاك المجال الى لواحد الوقت وجيز، ما طولش بزاف. هذا الشيء هذا على التقارير وعلى الاشياء اللي قلبنا واللي بحثنا فيها. ونرجعوا لليله ديال 2000 في 2003، الليله المشؤومه اللي غادي تخلي منير الرماش يدخل السجن ب20 سنه نافذه، وواحد المبلغ كبير وكبير 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 اللي خرجته له الدوله كعقاب لهذوك الاعمال اللي كان تيدير ولدوك الاشياء اللي كان تيقوم بها. ففي واحد الليله في تطوان، في مدينه تطوان، في واحد الملهى ليلي اللي كان قريب للاقامه الملكيه، مشاو منير الرماش وتما وتلاقاو مع واحد المجموعه اخرى ديال البارونات اخرين في ذاك الملهى اللي كانت بيناتهم مشاكل وكان بيناتهم صراعات. بداو تما في المناوشات فيما بينهم، لذلك انه انتج وبداو تيدابزوا بالسلاح، ولا القرطاس تما شابك في ذاك الملهى الليلي اللي بزاف ديال الناس تما تصابوا. هاد الشيء عارفينه بزاف الناس ديال الشمال، هذه هي الحقيقه. تما فين دخل الامن الوطني وفك داك اللغز ديال شنو هاد الشيء هذا وشنو هاد المشاكل اللي وقعات، ولا السلاح تيطلق في وسط المدينه ولا في وسط البلاصه اللي ساكن فيها اللي جالس فيها الملك. وكان ديك الساعه الملك كاين في ديك الاقامه في مدينه تطوان، ديك الساعه فين دخلت السلطات وبدات تتفك هاد الالغاز ديال شنو العداوه اللي بين هاد الناس هادو. تما فين ظهر انهم بيناتهم عداوه ديال المخدرات وبينهم عداوه ديال هاد بزاف تصفيات حسابات. هذا هو السبب اللي غيبداو يقلبوا به ويقلبوا على منير الرماش وعلى عدد ديال الناس اللي منهم تعتقلوا حتى رجال كانوا رجال الدوله، حتى هما تعرفوا بلي حتى هما كانوا تيخبيو على هاد الناس هادو، تعتقلوا في ديك الوقت ديال 2003. وديك الساعه منير الرماش تعتقل وتم الحكم عليه ب20 سنه، وكيقول لكم واحد المبلغ كبير اللي تحكم كذلك عليه كضريبه على دوك الاشياء اللي دار ودوك التهريبات وداك الاموال وداك التبزنيز اللي تبزنز. فهذه هي الحقيقه، ما كاينش القضيه ديال انه تحدى الملك او انه دار فهذا الشيء كله كذوب. فالتهم اللي اتهم بهم هو القتل، الضرب والجرح، التجاره في المخدرات، التجاره في الممنوعات بشتى انواعها، غسل الاموال، تبييض الاموال،
الاخر السلاح الابيض، استعمال عاوتاني الاسلحه مثل المسدسات وكي قلت لكم الاسلحه الناريه. فهاد الشيء هذا هو اللي نتج عليه انه قضى هذه العقوبه ديال 20 سنه. ودابا على ما اظن انه تم الافراج عنه بعد ما دوز هذه المده ديال 20 سنه. هذه هي حقيقه منير رماش. وان شاء الله باقي نعرفوا اشياء اخرى على بارونات اخرين وعلى اشياء اللي كتخص الدوله وكتخص السياسه واللي كتخص المملكه المغربيه والقصص الحقيقيه. دائما ان شاء الله غادي نسردوها في هذه القناه المتواضعه. غبرنا بزاف ما حطيناش شي فيديو، ولكن تنتمناو انه يكون تفاعل وانه يكون واحد الكثافه من الناس اللي كتابعنا. وشكرا لكم والى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.